طيب يا جماعة الخير، زي ما عجبتكم السلسلة رجعنا لكم بالجزء الثاني من السلسلة. ايش ممكن تسوي في الهند؟ وهذه المرة وش ممكن بتسوي ب50 ريال في الهند؟ طبعا 50 ريال تقريبا تعادل حوالي 1200 روبية. ايش ممكن نسوي بهذا؟ وخلوكم معنا. طيب يا جماعة الخير، عشان نعرف كم تساوي ال50 ريال او ايش تجيب لك هنا في الهند. طبعا 50 ريال تعادل 1160 ريال، 1160 روبية بالضبط. طبعا ال50 ريال في السعودية ها تجيب لك وجبة فطور وغدا زي كذا ممكن. فخلونا نروح نشوف وش ممكن تجيب لنا هنا في الهند. طبعا قررت اجي السوبر ماركت ونشوف ايش ممكن نجيب. جينا هنا سوبر ماركت اللولو، معروف موجود في السعودية، هايبر ماركت اللولو. هي كفو الصراحة جوسين. معنا احمد مختار، احمد وداخلين اللولو، سوبر ماركت معروف لصاحب كيرلابي، صاحب هذا السوبر ماركت وموجودة في دول الخليج. أنا خبير في اللولو. قلت لي دولة. اسم المالك منو؟ يوسف علي. يوسف علي. ستين ترسور من كيرلا. كيرلابي. كم فرع اللولو عنده؟ والله ما متأكد، بس طبعا في الهند مو بكثير. هذا فتح قبل سنة. في كوتشي في واحد، بلكات في واحد، ترمندرم في واحد. يعني ها ممكن تقول في الهند على حسب 100 فرع، بس برا الهند أكثر. في مصر، في المملكة، في البحرين. بدين ما في؟ بدين إن شاء الله بفتحها شوي. الحاكم لا 2 3. عربية أهم شيء. بسم الله. طبعا ما أتوقع إن الأشياء اللي بناخذها بتحتاج عربية، بس يلا برضه ممكن ناخذ الصغيرة. عندهم عروض بمناسبة إيش ما ندري. وهذا سوبر ماركت اللولو الهندي في مدينة كومباتور. نوتيلا معروفة من الأشياء اللي هناك وهنا. سعرها كم؟ 400 روبية. 20 ريال صح؟ 20 ريال. والله غالي، والله يعتبر غالي، ولا ما أدري كم السعر في السعودية بالضبط، بس في البراندات المحلية رخيصة، أرخص من كذا بكثير. السوبر ماركت هذا طبعا عندهم العيش الجاهز، الخبز الشامي، والمأكولات العربية والمشاريب. التمر رمضان بنحتاجه. تتوقع جابوا نفس حق السنة اللي راحت اللي هناك؟ طبعا كانوا السنة اللي راحت في رمضان جابوا تمور مستوردة من العراق، من الدول العربية. طبعا الفواكه برضو يجيبوها من مصر، من دول عربية، دول أوروبية. وعندهم يستورد شنو من السودان يا كركد؟ السودان احنا ذاتنا وينا في الحياة الجميلة دي. في الفول تخيلوا يا جماعة الخير، الفول السوداني هنا هذا هو الكيلو ب 200 روبية، ب 10 ريال. يا سلام يا سلام. ناخذ هذه زي كذا ومن جوا نفكفكها وننشفها ويبقى فول سوداني. فول جري عفوا 150. في هذا الاحمر ده شنو ده؟ الزبده. باقي انواع الخضار هنا. اسعار الخضار زي ما انتم شايفين، الطماطم، الفلفل، فلفل احمر. نهاية مشينا. خلينا نصور لكم الخبز الشامي اللي موجود هنا. وزي ما انتم شايفين هذا في 5 حبات ب 34 روبية، ريال ونص. سعر تقريبا نفس اللي برا عادي. اليوم عندهم مناسبة هذا الجديدة اللي هنا، حلويات. طبعا عندهم البيكري او نظام المطبخ هنا، تاخذ اكل جاهز، وعندهم جلسة هنا تاكل. وايوه احتراف يا ستريك. شنو يا كركد؟ عزمنا والله سكر يا شغلنا لسه ما بقى يجيب لك قروش. اليوتيوب ما بده لايك يا ناس اشتركوا واعملوا سبسكرايب. الشام ده يعزنا. اي ان شاء الله. هذا المطبخ زي ما قلنا لكم، طبعا من افخم الشاورما اللي ممكن تلاقيها هنا في كومباتور. هذه شاورما اللولو، الحبة 80 روبية. السندوتش 80 روبية، ما يعادل 4 ريال سعودي. وهنا نوع من انواع التمور. برجر 5 ريال روبية، 150. طبعا الريال السعودي يعادل 23 او 22.6. يا سلام. شوف التمور بمناسبة رمضان طبعا راح يزيدوا. هذه بس باقي زي ما انتم شايفين. هذا النوع الكيلو ب 600، 25 ريال، 300، 15، 500 حسب النوع. افخم نوع هذا طبعا.
وثلاجات. طبعا السوبر ماركت الصراحه هذا يوم فتح يعني حل ازمه كبيره بالنسبه لنا يعني كاشخاص كانوا في دول عربيه وكاشخاص عرب، لان نلاقي منتجات كثيره ما هي موجوده برا. على سبيل المثال الدجاج هنا لازم تذبح على حاله، واللحوم المثلجه، بطاطس، اشياء كثيره ما اقدر اعددها. هنا قسم الاجهزه الالكترونيه، شاشات واستشوارات، سماعات. طبعا في شيء جميل هنا جدا جدا، شوفوا قسم الكاميرات. يا سلام يا سلام. كان عندي 1200 و650 من كيرن، والله اسعارها مستنف. الجبرو 12 باذن الله يوم من الايام سوف نشتريها. ولا هذه الشنطه، اكسسوارات الكاميرا نفس الشيء. طبعا اخذنا الكيبورد عشان نضبط لكم المونتاج وكذا. 600 روبية 30 ريال كذا، باقي لنا من 50 ريال 20. نشوف ولا ما نحسب هذا معه. طيب جاي مو عاملين تخفيضات على المكيفات والاشياء دي. واذا عندك نوع معين من البنوك يعطوك خصم. شنط السفر يا سلام، يلا انت رزقنا سفرة قريبة. طبعا شغالين في المول هذا اكثر من الاشياء نفسها، ما شاء الله تبارك الله. هذا قدر الضغط حقهم اللي هنا نفس الشكل، هذا مو نفس اللي عندنا. طبعا شوف اسعار السيارات هذه اغلى من البايكات ب 14,000. اقول قد شو ذا حيودينا كيرن 14,000 21,000. هذه العربية 21,000. اعرف لكم دبابات ب 15,000 ب 10,000 ب 5,000. العادات ما يحتاج طبعا غالية. هذا حلو ب 6,000 والله يعني رخيصة. 12 بالله ينقص 6,000. هاتي 6 هنا طبعا نبغى نبدأ نلعب رياضة جديدة ألا وهي التنس. فلا بد نشوف لنا كشف يا الجيم يا رياضة جديدة اللي هي التنس. فراح نبدأ نتعلمها وقوانينها والأشياء هذه. دقر الضغط، قسم الألوان المندلية، الاندومي. طبعا راح نسوي لكم تحدي على الاندومي الحار. 180 روبية. يا سلام. اسمع تحدي الاندومي الحار كيف يا كركد؟ يا حيوان طوالي يا احد من الفلوجات المستهلكة او التحديات المستهلكة في اليوتيوب. وبرضه هذا الفلوج كم يساوي برضه مستهلك. تانك. يا سلام شوفوا المشاريب. تعالوا هنا. وين الموسي؟ ما في موسي. الموسي هذا برضه شعير. طبعا الموسي مشروب. الله 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 الله، شوفوا ايش حصلنا. شوفوا ايش حصلنا. الفيمتو. الفيمتو 500 روبية 25 ريال. اتوقع انه اغلى من برا. عليها ستيكر الجمارك اللي هو هذا. اي ستيكر تلاقوه على المنتجات اللي في الهند عليها هذه عليها جمارك. 550 روبية 25 ريال. شايف الفيمتو ده؟ شايف الفيمتو؟ واه ثاني هنا. خلينا نشوف لكم الجهة الثانية. البهارات. طبعا الهند معروفة غنية، معروفة جدا انها مشهورة بالبهارات. البهارات الهندية. طبعا احد المشاريب اللي تعجبك في الهند هذا المشروب اورليكس او بوست، من افخم المشاريب اللي ممكن تشربها. دور لكم الله. طبعا زبدة الفول السوداني، النوتيلا. ايوه قلت لكم في نوتيلا شركات محلية زي هذا، وهذه رخيصة ارخص من الاصلية. ونفس الشيء هذه المنتجات زبدة الفول السوداني من الاشياء النادرة في الهند اللي ما تحصلها بسهولة. كورنفلكس. سوق غني ومعروف كافي جدا يعني اني اصور لكم اشياء عربيه اللي موجوده فيها هنا. عندهم برضو الجبنه السائله، الاندومي، اشياء كثيره. طيب خلينا نروح ناخذ الحاجات اللي ب 50 ريال
اللي هو 1150 وبعدين نكمل لهم الفلوق. باقي 10 ريال دايرين دخن. حسبت هذه يعني انت؟ هذا الشيء المفروض ما يحسبه. وين الاندومي؟ والله يعيب عليك طيب هو المفروض جاي نشتري اغراض كثيره، فانما نحط هذيك لحالها وهذه الحالة. بعد الخير هذا شيء حصري للاشخاص اللي موجودين في هذه المدينه. تذكرون هذه الصلصه اللي انقطعت من اللولو؟ للاسف طلعت موجوده، يعني شيء جميل. اول ما تدخل من البوابه اول ما مر على طول تجي هنا تحصلون الصلصه. هذه فاصوليا. الصلصه هذه جدا جميله. تشيل؟ سعرها كم؟ 700 روبيه. ديم يا لا. اكثر من 25 ريال. صلصه هذه الفاصوليا. شايفين المكسرات؟ التمر صورنا كثير. التمر هناك ورا. فشار بطاطسات. اقسم بالله اني كذا جوا يا رجل. على لغة التمور الناشفه. هذا شنو؟ مشمش صح؟ يا مش زبيب. فواكه المجففه. الكوتش قال لي خذ فواكه مجففه. فواكه مجففه. طبعا زي ما انتم شايفين الكاونترات كم تقريبا فوق ال 20. فوق ال 20 كاشير. 39 يقولون شوكولاتات. طبعا هذا الفلوج كان على نية نصور لكم ايش ممكن بتساوي ال 50 ريال، بس طلع ايش نوريكم الاسعار وزي كذا. والتحدي هذا ينفع على اكل الشوارع وزي كذا. الافوكادو الامريكي from USA. ثنيان خالد. طبعا تحس شويه تعبان. هذا ايران، تفاح ايراني. USA. تركيا. ايش ساوث افريقيا دول زي ما قلنا لكم دول كثيره تستورد. الهند تستورد الفواكه من دول كثيره. وطبعا ما عندهم زي الموز، ما يحتاج يستوردوا. معروف الموز هنا، اشجار الموز، الكوكنات والغيره. هذا برضو احد الكافيهات. الكافي حقهم تاخذ كوفي وتحاسب عليه وتشرب هنا مسافه ما تتسوق. طبعا هذا السوق يكون زحمه بشكل دائم، يعني شبه طوال الاسبوع من العصر كذا لين ما يقفلوا. الحين عشان الصباح الوقت شوي فاضي، باقي الناس ما جو دوامات وكذا. راح ناخذ هذا العشاء 335 روبيه 15 ريال. وش ثاني يا شباب؟ شيل اثنين ولا واحد؟ شيل واحد عليه بهارات. شيل المبهر صح؟ شيل المبهر ولا جيب ده برضه نضبط جيبه. وهذا ب 200 يعني كلها 900 روبيه. باقي 200 روبيه. 200 روبيه تشيل فيها الخبز والخبز والمشروبات كذا يكون قفل شو اسمه ال 50 ريال. بس ايش زي ما قلنا لكم ناخذ اشياء ثانيه. نبغى ناخذ الباروتا، الخبز الهندي. ناخذ لنا كيسين من هنا. استلم. عندهم الكنافه وين مكانها؟ لا في هنا في مكان اتوقع من هنا. يا ما حصلت. عندهم الكنافه شيء رهيب جدا. احنا ما قد سوينا هنا بس بيضبط. برضو البطاطس كيس بطاطس 2 كيلو ونص 300 روبيه. ناخذ لنا واحد نحتاجه. نحتاج كيس بطاطس. الحلويات الهنديه معروفه اللي يوزعوا. اتوقع صورتها فلوق يا اخوانا، ولا كان ما ادري صورتها فلوق ولا في شيء زي كذا. الحلويات يا سلام. هذه خضار واكل صحي. مشروبات يخلطوها من هنا على طول، يحطوا لك اياها في الثلج كذا وتبرد تاخذ تسحسح على قلبك. والفواكه اي شيء هنا تلاقيه جاهز، اللي يجي في راسك تلاقيه موجود عندهم جاهز. طبعا هنا الكيك، وعندهم طبعا الطحنية السودانية. هذه الجبان
طحنية 70 روبية 3 ريال. كم؟ الكيلو تقريبا 700 روبية. عندنا هنا قسم اللحوم، قسم اللحوم زي ما انتم شايفين، اي لحم يخطر على بالك، كبده، اي شيء في راسك هنا يخص باللحوم تلاقيه موجود هنا. اسماك، غير الدجاج، كل شيء. طبعا الدجاج المثلج نادر ما نحصله هنا. زي ما انتم شايفين هنا الكيلو ب 100 88. زي ما قلنا لكم احنا نروح نذبح الدجاج لحالنا وناخذه. هنا الاسماك، السلام. طبعا ما افهم فيها كثير، بس هذا السلطعه. هنا انواع، في اسماك الزينه زي ما انتم شايفين هنا، اتوقع 200 روبيه الواحد. شيء جميل جدا. جماعة الخير كذا نكون خلصنا واخذنا الاغراض. الخطه كانت زي ما قلت لكم على 1100 وشوي، الحساب طلع 3000 وشوي لان اخذنا اغراض زياده والشباب اخذوا اغراض. الزبده الفلوج الجاي ان شاء الله بيكون احسن من هذا الفلوج. وقبل نهايه المقطع لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. كان معكم حلقه سبتي 55. سلام عليكم.